الزغر، وانا عشقت قبة ومنارات وضريح من الزغر، يردونا نشيلك علي من الاذان واحنا نريد حجة نحط الحسين اي الدين بلا علي ما يرعم بكل حال، وبمحبس ما ترهم المازة دين بلا علي ما يرهم بكل حال، وبمحبس ورق ما ترهم الماسة، وبقد ما تحب حيدر تعاد عدايب كيف ربك هيج مقياسه، ما يصلح تخلي الماي ويا النار، ومن عمر الشجر ما صاحب الفاسه، على مواس الرسول بنفسه يوم الخوف، وغيره بيومه من ضعباته ما واسه، على بحلق الدهر حط الرمح بالطول، وخلي يحكي الدهر تتكسر براسه عفيه، وخلي يحكي الدهر تتكسر براسه. دبيت رباط موفق بعد روحي موفق الله يوفقك عزيز. روح موفق يا روحي حبيبي يا احمد. شنو هي؟ رد علي بلا قصيده شنو؟ يقول غرقني خيرك يا مغرقني خيرك، ليش بالفترة الأخيرة الدمعة تنقاد على غيرك، مولاي ليش ياخذ قلب غيرك وانا واقف اتجاهك، يعني معقولة سواد عيون ما شد انتباهك، جا صدق عود ابو فاضل من بعد عشرة مقاود والجمالك، ابقى حاير بالفراغات البدية الله، جا صدق عود ابو فاضل قابل اول مرة جيلك هيج جاي موفق ان شاء الله. بعد روحي خذوا اروح لك. يلا عبد سمعنا اخويا. عبد يعني تتفضل علي اذا تقرأ. ولا موسى بعد روحي انا خادم وممنون. احمد تسمعوني؟
وسمعك بس اكو صدى بالبيت. مو يم الصدى. باليمك الصدى. ولا محمد يعني لازم انت ولا محمد تسمعني؟ هي اسمعك. صلوات. انت يمك ترى قطع النت. لا ما قطع النت، انا بس سويت سماعات. خير وبركة. يلا اخويا بصوتك. شلون؟ اقول لك اقرا لنا شعر. شكرا والله العظيم، ولا يم لا تكسرون ولا غبن ولا حافظ. ايوه علشان سمعتك بس والله شو اسمه. راح ارسل قصيده طبعا الشيطان احمد هذه القصيده ما تتذكر. انا هم اتذكر يا اخوي يا اخي والله ما ادري. هاي ما شلون الاحتضان لهف ذيك العيون تنسجن الشوق احتضنت تريد عطرك بدت تشتمه. وكان الاحتضان اللازفير يصير وما طلعت ريت من العطر نسمه. القسمه وياك صارت والقدر حل ضيف بخدمتك، على القدر تتسيد القسمه. القسمه وياك صارت والقدر حل ضيف بخدمتك، على القدر تتسيد القسمه. شنو السبع العجائب؟ انا طلع على الشيطان حطوا حجه والحق عنده فتش قال عن تسوى العجائب غلط هالكلمه. وبديت افهم الرز حتى اللي يبغضك بيه، وبديت اشرح وشرح بكل اذن ذمه. فوق الالف عام ذبح جو شموس ولحد الان اخضر ما يبس دمه. منو ذبه ما حتى اشترت اخف تصير، ومنو ساتر الدنيا ومن سلب هدمه. ومنو روى السما بدم طفل اراد الماي نال حسين ما يستيمة النعمه. الله خلى شجره بنفس النار. ايش فيك صباح قدمتين؟ ما خلى شجره بنفس النار. رغم كان في الدنيا عجيب. سلامتك. احسنت وموفق والله يزيد اخوي. الله يسلمك حفظكم الله. اجر الله واجركم. اليوم تحد علينا مناسبه عظيمه على مبادئنا. والله يا عبد بس وقف دفن الاجساد المفجع. الضحك علي من تحكي من صدق. انا عن نفسي اضحك على نفسي. تقول سمعنا شكرا يا ابو علي. ولا طلبها تقول لازم واحد فيكم يقلل الصوت حتى ما يصير. لازم واحد فيكم يسد الصوت حتى ما يصير صدى. يلا يا خلص يا علي. مولاي مدلل يحبك بيك والف نعم الله عليك. شكرا يا ابو علي شكرا. مدلل يحبك بيك والف نعم الله عليك. شكرا يا ابو علي شكرا. خدمتنا يا ابو خيار سوتنا خوش زلام. شكرا يا ابو علي شكرا. وحدنا خيمة زينب بقلبه. وحدنا خيمة زينب بقلبه.
قدامك ورهن اصبعك يا الموتك بهيبه. ناس احنا ما عدنا قلوب وعدنا جمر خيبه، عدنا جمر خيبه. وين يا حسين نصادف واحد مغرقنا عطشان، دوم نحتاج لك يا حسين قد ما الله تسبيح تسبيح تسبيح. يا راسك بتنور بقد الطعن مشكور، شكرا يا ابو علي شكرا، خدمتنا يا ابو خيار سوتنا خوش اسلام. شكرا يا ابو علي شكرا، وحدنا خيمة زينب بقلبه، وحدنا خيمة زينب بقلبه. مربينا تربية سليم مثل القشر للب، غربي لك غرب القصاص والزلمة لي جلب، والزلمة لي جلب. بس هاي يعني تحضرني بالعلي. موفق ان شاء الله عزيز. روحي فدوى روح مع صوتك قريبة من ليه يا روح ابو سيدك فدوى روح لك. ولا محمد يعني شلون عبد ما اسمعك؟ اقول لك سمعنا هاي القصيده مالتك على مولاي سيد الشهداء من كلمات علي اكبر الغراب. اوه ناسيه. نسيت البدايه مالتها. هذا الخادم الجديد. وقف حبيبي وقف. كرمك الله. خلي الناس تطيب تعرفوا؟ ها؟ لا تطيب عاد الله والله كيف كل يصعد. السلام عليكم. عليكم السلام بعد روحي. ملح مشتاقين. قواك الله اخوي، ايش اخبارك؟ شلون احوال الامور؟ الامور مشتاقين يا نور عيوني. قطعت تعمل اخبارك امورك؟ بعد قلب الله يسلمك. يا بعد روحي اروح للفدوى يا اخوي. مشتاقين اخوي مشتاقين. والله احنا اشواق. يا بعد عمري فدوى اروح لك. الله يسلمك. حبيبي تاج راسي يا روح ابو سيدك. السيد ما يصعد اخوي. السلام جاي اقول له صعد ما يصعد. سيد امير بس انت تصعد اعطينا قول الإنسان هسه ما ذكرت يا محمد. خلق راي جديدة ما شاء الله. يا علي. شلونش كثر يومي يبيك وعد، بعد منا ورايح للدنيا بمارد، خايف لا سالك لا علي تبعيد، خايف لا أزالك لا علي تبعد، إلا تنطين عين حلا حاسبني على كل زلة
بتك طماع، ذنوبي لها السبب سهلة من قلت لك آسف، قلت لي ما يخالف كون استوعب كل جمعة تمرني شوقك يعصرني، باسمك عندي تخنقني الغربة، والجروحك أقرب ويك المغرب، ويك المغرب يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، اش كثر اذيتك وانت علي تصفح، حنيني بقد محنتك قلبك يمجرح، حنيني بقد محنتك قلبك يمجرح. ولا انا حافظ الله يوفقك والله. زينك يا روحي موفق. بدور روح لك الزهر موفق. يبدي عزيزي مؤمل حبيبي. سيد مرتضى بعد روح. سيد امير شنو تساعدنا على حبيبي شيخ خليل. سيد امير وعبد الله واحد تساعدنا يا شيخ خليل ليش بعد ما نريد نشوفك؟ من هو؟ شيخ خليل على راسي. استقر النت يمكن؟ ايه هسه زين النت بس يمكن يبعد شوي. عبد دائما اللي ورا هو راوتر ترين ويمكن على واحد. يصير عاوز البوشي بعد قلبه الله يتقدم. مين رفع الحبيبي؟ سيد اذا تقدر اصعد فدوه. ليش لك دعوه تعال. ها؟ وين؟ ولا وارد اخويا. ها؟ زي لو قريت ايش اسم العالم فيه؟ هاي القصيدة اسمها آسف، يعني بعد أسبوع إن شاء الله بتنزل. يا الله موفق ان شاء الله. يا بارك شبدي في دوره لك. محمد حبيبي ولا امير بعد الدعوه ما علينا ولي الله. عبد خلاني شي هاني؟ اي اذا ما تقرا حتى الاسئله. اي اخوي صح. وين شاف قائمه؟ ها؟ صوتك انقطع. شنو فصلتوا؟ اخوي صوتك قطع. عبد يصيح اقونت صوتي؟ يا بعد قلب اخوي خادم صغير. اي صوتك يروح ويجي. عشان بس راح احلك هسه شلون الصوت؟
زين. شوف عبدو عليك مو مال صعدة، واحنا كل شيء ما سمعنا من الملالي. مو مال صعدة يقول زين اصعد بدون كاميرا. بدون كاميرا بدون كام. لا كاميرا سؤال دايسي. والله لما الواحد يقرأ راجع لك ومثل ذي. ولا محمد عنده قصيدة تذكرة أشيك؟ هم قالوا لك أحمد السعد، هم قالوا لك يا مالت مسلم الوائل. ما أعرف أنا، حسبالي يعني حسبالي للمولي ما عنده قصيدة تذكرة أشيك. بس لا والله أنا ذكرنا بيها ولا خلاص؟ راجي عليك بهذيك جوعك. عبد شنو رايك حاليا بالوسط الحسيني بهذا الوقت الحاضر يعني؟ الله والله سؤالك بمكانه، بس الشخص مو هو يعني. انا في رايي الوسط الحسيني شلون يطلع؟ اقول لك سؤالك بمكانه، بس الشخص عند السؤال هذا مو صح، لان انا في رايي الوسط الحسيني. هذا السؤال في نكهة غرابية. اي عافية هي لازم ساليني. لا هو مو قضية يعني انت الوسط الحسيني وشنو يعني. احنا الجانب الايجابي احنا بعد كله احنا العنصر، اما الجانب السلبي يعني الامور اللي هسه حاليا قاعد تطلع شنو رايك بيها؟ انا اشوف خلينا نكون واقعيين وبعيدا عن الضحك. اليوم كل انسان باستطاعته ان يحافظ على نفسه، واذا انت بالنسبه لك ما تحافظ على نفسك راح يزيغك الوقت ويمسحك الوقت ويا هاي السلبيات اللي جاي تطلع. وصلت الفكره؟ يعني انت اليوم واجبك مبدئيا يعني بس ما علي مبدئيا يعني انت كقادود اليوم واجبك من تاخذ القصيده الحسينيه. مو بس هذا لحن يا انا مو اليوم اعلمك، بس قلت لي رايك. مو لحن انطيتك اياه انت شاعر، انطيتك اللحن اريد قصيده تكتب لي، اخذ القصيده راجعتها راح اقرا راجعتها. الاخطاء العقاديه، الاخطاء اللي ما تجرع على اسماء اهل البيت صلوات الله عليهم. زين باب الايقاعات وغيرها، هاي كلها باكر عقبه انت المسؤول عليها والشاعر مسؤول عليها طبعا، ونفس ابو المجد قصيده مسؤول. انا هذا رايي. ايدك طبعا. هي وبعد كلمه النظر وجهه لا مبدئيا يعني كلامك صحيح. انت بعد هذه القصيده راح تعرضها للجمهور. شوف هو الرادود مسؤول على كل شيء، واليوم الشاعر بالنسبه لي هاي مال المعنى في قلب الشاعر هاي عوفها على صفحه، لان ماكو انت ما راح تقراها بس تقراها الوسط كامل وانت شاعر وصاحب رساله فعلا. اي شوف مثلا سيد حيدر الحلي غيرهم من الشعراء العمالقه اللي سبقوا هذا الوسط وهذا الوقت وهذا الجيل، شوفهم وين وصلوا وش قد مؤدبين بالقصيده الحسينيه، بحيث هي القصيده الحسينيه بسببهم تخلدت فعلا، او هم الجواب بالعكس، او هم تخلدوا بسبب القصيده الحسينيه وبسبب ليش؟ كان الرادود معقوله من ياخذ القصيده بس يراجعها ويروح يقراها؟ لا انا متاكد و100% كان الرادود يراجعها ويطلع الاخطاء العقائديه
اليوم الرادود دين الرئيس. الرادود اليوم نريد نروح الرادود. شلون؟ روح الرادود اليوم نص القصيدة والنص الثاني عقائد وغيرها والحان. النص الثاني روح الرادود. والرادود ما مجبور انه يروح الشاعر عنده اخطاء هواي بسبب كم صورة شعرية او غيرها برزت له. فان الشعراء وصف مبدعين الى درجة. صحيح. الى درجة. يا عبد راحتك غايب. انا بعد ما احكي حيدر سام استعديت. تعرف كل شيء. لا شوف احنا عندنا مثال كلش خطأ. عندنا مثلا المايسوقه مرضى سوق العصا ما ينفع وكثر الطرق على الحديد لينا وخالف تعرف ما له علاقه. اذا جنك على الشهره فالشهره هواي ناس مو يم الوسط ولا يم الدين وخارج عن نطاق دين الله والاسلام فهي مشهوره وعندها مليارات المشاهدات. احسنتي صحيح. بس بينما ترجع لها اكو ناس تلقى بقناته 1000 مشاهده لربما هاي القصيده اثرت بواحد من ذول ال1000 واهتدى. الوضع ضيق بها اكثر. الناس قامت تدور صور وما مأثر وغيرها واثنين ومأثر بواحد. دولة بس جيب لي يفكر لها مثل عبد وحيدر سام السعدي يعرف ايش جاي يحكي. زين عبد اليوم تشوف اكو رادود مجلس واكو رادود يوتيوب يعني رادود اعلام يسمونه. تشوف اكو شيء رادود مجلس ورادود اعلام رادود يوتيوب بمعنى. هو هسه احنا ما نختلف عليها كنا اولاد وسط يعني الجروب الرادود اللي يجي اللي اقصد عليه يعني رادود اليوتيوب يعني يقرا القصيده او يجي للمجلس يعني هدفه مثلا انه شو يسوي بهذه القصيده حتى تطلع او شلون يدير اللحن حتى تطلع القصيده. اهم يعني بس التوفيق ما هم المجلس الناس تبكي او ما تبكي او ان يحتضن المجلس مثلا يسيطر عليه حتى لا ينكسر المجلس بس اهم شيء تطلع عنده القصيده. هو هذا شيء ولا اللي يخدم نفسه بسيد الشهداء ما يخدم سيد بنفسه. اي عشتيلك قصتك عبد قول لي بعد روحي هاي الامور يعني انا يعني وجهه نظر القاصره يعني لا ان شاء الله وانا متكلم اسولف عن هاي الامور تتبع النيه يعني احنا ما نقدر يعني نحكم على نيه المقابل. هاي امور تتبع الداخل فاحنا ما من المستحيل نقدر نحكم عليها. اليوم انت قلت رادود يوتيوب ورادود كذا يعني انا اشوفها مع احترامي لشخصك يعني انت اخوي وحبيبي بس اشوفها خطا لان هاي السالفه يعني تعتمد على النيه واحنا ما نعرف نواياهم ويا مولاهم شيء. يعني احنا ما نعرف يعني جاي الرادود العفو للعزاء جاي للقلب. ثاني شيء هاي امور فنيه يعني طبيعي اليوم انا اطلع فد شغل مرتب ليش؟ لان كل مجال جاي يشوف تطور. شنو الخلل اذا صار تطور بالقضيه الحسينيه؟ شنو الخلل اذا طلعت فد شيء جديد حسب ضوابط وحسب اوامر ويكون ما باعتداء على المعصوم؟ شنو الخلل يعني؟ انا هذا ما رادود أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لا مو شوف قل لي هاي الأمور مشكلة. الأمور هي تتبع النية يعني أنا ما أقدر هذا جاي للعجب. لا يذكر الأنفس إلا الله ولا ذكر الأسماء. يعني أنا ما عندي شيء اليوم إذا رادود يطلع له في القصيدة. اليوم أكو رادود يضيف تمام. أكو رادود يطلع واحنا ما عندنا مشكله ويا الرادود اللي يطلع يعني يزيد بالوسط الحسيني مثلا وهذا الشيء ايجابي يعني لا بأس من عده.
مو قصدي وشنو الفرق بين المطلع وبين يضيف؟ يعني اللي يضيف يعني هي شغله نفسيتها بس، يعني يبقى بمكانه، يعني ما يضيف فنيات او يضيف يعني صوره او قصائد او كلام، يعني هذا اللي اقصد عليه. والله اقول له هاي احنا شفنا هي الخدمه حتى نحشر مو حتى نشهر. انا اقل ما اسولف الخدمه وانتم اساتذتي يعني، بس تطاول من عندي، بس اللي حسب فهمي القاصر انه الخدمه حتى نحشر. يضيف ما يضيف انا يعني اعتبرها مشكله مو كل حاجه. شهيره هاي مو شهره. شلون؟ شهيره هاي مو شهره. يضيف ما يضيف، انا اجي اقرا عزائي او اقرا قصيدتي، طلعت القصيده خير على خير، ما طلعت انا بنزلها شنو يعني؟ ما بقول اشكال. هذا ما بس اقطع كلامكم بعد. ولا احمد هو من ساعه اتصل ولا محمد ايش قال لك؟ قال لك اكو رادود يجي بالنية مالته هو يريد يخدم سيد الشهداء ويطب للمجلس يريد يوصل رساله، واكو رادود اخر شو يسوي؟ يجي محضر ادواته بحيث يريد يطلع هاي القصيده. هذا اللي اقصد عليه، هذا اللي يقصد، مو يقصد وشنو اللي يقصد هو ما يعرف نيته، لا هو جاي يقول لك نيته انه يطلع هاي القصيده. وزين احنا ايش ما درينا بنيته؟ مو انا جاي يقول لك هو يقصد مو انت ايش مدرين بنيته ولا انا ايش مدرين بنيته. شنو معي؟ مو انت ايش مدريك بنيته ولا انا ايش مدرين بنيته، بس هو يقصد يقول لك انه هو الرادود يجي محضر ادواته في سبيل انه يطلع هاي القصيده. على العموم خلي نحكي فد شيء ايجابي. يعني الحمد لله هواي خدام جاي يطلعون نصوص، نعم الله عليهم. النصوص يعني انا اقول لك تكلف خطباء في 6 ايام محاضرات لا تطلع نصوص. جاي تطلع نصوص تبكيك عن حسين، ما تخدشك، تبكيك بكل ادب وبكل حدود وبكل خطوط ما معبوره. جاي تنزل نصوص عقائديه، جاي تنزل نصوص افتقاريه، جاي تنزل نصوص يعني من كل النواحي. نعمه خدام الحسين جاي تنزل موجودين حاليا. احنا كنا مفتقدينها حتى قبل لا ندخل للوسط الحسيني، كنا مفتقدينها وما شايفينها. قضية الألحان وقضية أداء الرادود وقضية الشعر، يعني أنا أشوفها إيجابي، يعني قاعد يتقدم أكثر وأكثر. بس الزهراء اي والله، بس قاعد تطلع يعني كلام بإساءة للإمامية. بعد هي لو خليت قدمت اي لازم. انا حسب نظريتي انه راس الدوخان، حسب رايي القاصر انه ماكو واحد اليوم اسمه خادم سيد الشهداء يتعمد الاساءه لسيد الشهداء، مستحيل. لا مو يتعمد الإساءة يعني مستحيل اي واحد يتعمد الاساءه. يعني أنا اليوم ما جاي احكي ويا شخص عادي، فلازم اكون دقيق بكلامي. يعني انا مو قصدي اسيء، يعني انا اتعمد اسيء، لا، انسان لازم يعني اكون يعني دقيق بكلامي، لان انا ما جاي احكي ويا شخص عادي. طبعا. يا ابو البليد احمد صوتي يقطع، قول لي يا روحي. ليش تتعب البث بالليل؟ ناس تندش والبث وما تدعم صباح احسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي. ورحمة الله. أبعد روحي. عيونا وجبينا وحاجبينا وأحلى وجنا حسبين يطلعن من صدق ذا 7 سماوات على عنادك حيدر سامي السعدي
احمد ما تقرأنا هاي القصيدة كذاب القلب يحمل هذا انت كذاب بالهوى. اي قرأتها ما ينمل. كذاب القلب يا حسين هذا انت هو كذاب يا حسين هذا انت الماي ما شربت انت كذي مو ماي وحالاتي الكون هم كذبة حالاتك هاي حالاتك هاي يا لعيونك ولا تكمل يا نايم بالصحاري يا دبلت الشميس وانت ذاك انت ولا تنسى يا واقف غاد والدنيا ركض ما وصلت من عيونك الله يا معلي نضحك لي نذبح ونعيش كل ما نعرف شلونك تضحك لي نضحك يا ما تعبيت الناس ذباحك بشيء ذباحك شيء هاي مو حافظها بس هي بيها هيجي يقول وعد هذا الكرام عبد الله هو صغير وما رد على ضيف وعذب النبي قلت خاف النهار يعطش وما مشمار وديته بفاضي الغار كل ما ينقصني جميل يا صوت وساكتي وعابر ضجيج الخيل يا باي ويا تعب يا حيل تعب يا حيل خالد ابو مملوك الله يوفقك يا حبيبي هذا روحي لك استاذي بعد لا تراب اخوي صدق لا ترابك ولا يا روحي السلام عليكم. وعليكم السلام. عبد شلون رجعتك النص يلا يا ولد انا بعد الوقت متاخر كون سامحوني براحتك حبيبي براحتك ولادي راسي ويا فدوى لعيونكم والقعده وياكم تسوى وما تلبين ويسكنون سامحوني بعد اروح لك طريق السلام. اللايف وياكم حلو. لا القعده احنا قاعده هسه سوالف قلوب هاي عبد تسمع احمد درجاتك شلون؟ مال نص سنه لا هذا الاخر شيء امتحان مال امتحان الاخير. اي والله عبد انا بس صفر يلا اخويا 40 58 غايب يعني واحمد انا قلت لكم اريد اروح ما اقدر انا ناجح احب كلهم والله العظيم احمد كلنا احمد والله. لا مو شوف انا بعد ودعتكم ما يصير احكي ولا احمد عليك النبي الحب مشتعلون. اي خاطبك دخيل النبي طبعا هي من رزق الرسول صلوات الله عليه صلوات الله. انا في عدين اشهد ان الحسين ماكو مثله باللي
الدنيا شبيهة بالحب والتعلوم الحب طرح حلو حبيبي حبني الحزين وهو يبكي سوى شيب حل الرموش وحل الشيب هو حل الشيب هو العشق يبتلي محك شاهد حجيبه حبيبه بتم شاهد حجيبه حبيبه بتم لقاء. بس وقف ملا احمد الله يوفقك ان شاء الله. ملا محمد بعد هو على مود الروح كنا ايش بيك؟ يا اخوان محمد ما حافظ شيء لا تقول لي لا لا تقرا طابي هو الحين بس اعطينا مجال. احنا ما نقول لك درجاتك بنص السنه ايش قد، بس جاي اسالك اقول لك بنص السنه ايش طلعت؟ ايش طلعت شنو؟ ايش طلعت شنو؟ بالمدرسه بالدوام ما طلعت ما قاعد اسمع مدري شنو قاعد تقول. النتائج مالتك بالسادس ايش طلعت السنه؟ ويدت مصيب يعني ما فرصه انت حتى يعني تطلع يعني المعدل، وانما انطوك يعني فرصه اسبوع حتى تقرا بيها تراجع المواد، فناجح الحمد لله يعني. زين يعني انت اعطوك فرصه اسبوع وناجح. نعم اذا اعطوك 4 اشهر. عبد الرحمن فرصه 4 اشهر وطلع بكذي وعبد ما يمتحن الا سنه الا تقاعد. لا انا السنه الجايه ان شاء الله على الماجستير بحيل الله وحديت. ان شاء الله اي ان شاء الله. وانت راح يخلوك على التعليم العالي كثر ما تروح للجامعه. احمد تداومك صباحي مو؟ اي اخوي بس شوف لك لازم اروح. الله شاهد يعني ايش قد شفت مثابرين مثلك ما شفت يعني هيك بعد ناجح بكل ومصر. بدو اروح لك يا بعد قلبي. لازم نطلع بيه يلا تنزل. راح اموت. مشكله احمد عبد الرحمن خدام العزيز نسيت راح اقرب وانت صار بيت يعني ما شايف واحد بالتاريخ لازم يراد له 150 يلا ينجح يعني ينقلب هذا لا يطلعني ينقلب. يعني ما اليوم 150 يعني ايش حكيت محمد اياد؟ اقول للناس سامحونا ضحكنا يعني خاف واحد ما يقبل نضحك. اخوي رمضان واي ما يقبلون بشرك واي يرسلون بي. اي والله واي ما يقبلون نضحك. لا رمضان بالعكس الإمام الصادق يقول هو من هش وبش. ها؟ يقول الإمام الصادق يقول هو من هش وبش. صلوات الله عليك. ايدك حبيبي صلوات الله عليك. عبد الرحمن حبيب يقول يراد له بالإسلامية 105 شنو السنوات الموميكي يا حبيبي. لا انا الاسلاميه ناجح. الرحمن يعني بالاسلاميه اذا ما تكبها من الادغام من البحث من القران ايش قد نطلع بالاسلام؟ ما بدأ بالاسلاميه انا درجتي تدري ايش قد؟ بالاسلاميه 78. نعم واكرم هم عاوزك الله شاهد بالقواعد انا انظلمت ظلمت الله اكبر بالعربي. قلت ليش؟ بدك تاخذ 100 وطاق 99. لا انا جيت حسبت درجتي 65. لا صوت عالي ما حاسس احسن. اعطوني 37. كل الداخل يطلع والله يدخل. لا تنظلم درجه درجتين اي بس مع 30 والله العظيم مظلوم. يعني انا اقول لك الادب بس شطر واحد من الشعر مال محمد سعيد الحبوبي ما جاوبته. وانا منك ارتجل. هو ارتجلت بعد شنو؟ هي هاي
قصيدة مال عارض الشمس جبينا بجبين لنرى أيكما أسنى سنا وأسب عطفك عطف الياسمين وانثني غصنا إذا الغصن انثنى حبذا لو قلبك القاسي يلين إنما قلبك كان الألينا إنما عطفك كان الألينا. الله الله يلا اخوتي انا بعد اترخص لا تسولف الدعايه روحي. يلا كلنا ان شاء الله على غير مره نفتح بث. راسي حسين جزيل الشكر لكم والله يوفقكم بحق الحسين. ومره ثانيه شكرا لكم واحمد السعدي الله يوفقك بحق سيد الشهداء وينجحك ان شاء الله. بدوامك الله يخليك والله من قلبك. محمد اياد التهمين كذلك الله يوفقك وينجحك حبيب الله يسلمك خذ واروح لك. يلا خدام الحسين استودعكم الله. بعد روح في امان الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يا علي في امان الله وسامحونا على الازعاج بعد عمري. وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد